السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الترند اللي الناس كلها بتعمله، ترند المكشوفة. ادينا عملناه، شوف التكات والجمال والحركات والله، وعملناها باقتصادية وتستحق يا جماعة التجربة. تعالوا كده نفتحها كده مع بعضينا ونشوف ايه جواها. على فكرة المفروض كانت استنت معايا في التلاجة اللي انا ما خلتهاش نص ساعة وطلعتها في الفريزر، بس ايه تعالوا نجربها كده. طلعت الحمد لله، استترت معانا والله العظيم يا جماعة. تحفة تحفة تحفة. تعالوا نشوف مقاديرها كيف. حطينا سمن بلدي وسمن هولندي الاتنين مع بعضيه، والكنافة يا تكون ناشفة، لو ما كانتش ناشفة نقطعها بالمقص صغير صغير كده، فتافيت فتافيت، وهننزل بيها كده بالسمن زي ما انتم شايفين، مفتفتينها على الاخر. ونصلي بينا على النبي كده ونبدأ بمقدرنا. وهننزل كده بكوباية الا ربع من المية، هنعمل الشربات، وهننزل بكوباية سكر عليها وعصرة ليمونة. ده الشربات اللي احنا هنعمله، او العسل اي حد اللي بيقول عليها اسم بقى، كل واحد بيقول عليه اسم. بعد ما بندوب وكده هننزل بعصرة الليمونة. بالصلاة على النبي كده يا جماعة زي ما انتم شايفين. نصلي بينا على النبي. هنا الاقتصاد والتوفير والحلاوة والجمال، هنا مش في اي حتة تاني. عملناها 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 وزي العسل الترند. عايزين نشوف عملناها كيف كده واتي. وبعد كده نزلت بس على السمن بالكنافة زي ما انتم شايفين. لازم اقلبها 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 علشان ما تتحركش من كل جانب. ونصلي بينا على النبي ونحط اللايك ونحط الاشتراك. هنا التوفير والحلاوة، هنا مش في اي حتة تاني والله العظيم. عملناها بأبسط الحلول وزي ما هي بتتعامل وزي العسل، وتحفة تحفة والله. انا بقول لكم ما بنزلش حاجة الا لما تكون تحفة وتستحق التجربة. بعد ما احنا عملناها كده يا جماعة، شوف اللون الحلو كده هواته، والشربات اللون كده هوات الذهب الحلو اللي الناس كلها بتحب لون الذهب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين ادينا حطيتها كده في طبق واسع علشان، ونزلت كدواتي بفول سوداني كتير. زي ما انتم شايفين. احنا مش هنحط زبيب علشان ما يعملش تكلكعات، دي عايزين حاجه ناعمه كده هواتي. ابقى نحطه في التزيين زي ما انتم شايفين. خلاص كده حطينا كله، والجوز الهند معلش ما تصورش. ونزلنا بيها بالعسل زي ما انتم شايفين كده هواتي. هنشربه شويه شويه كده هواتي علشان ده بالحدود. وزي ما انتم شايفين العسل تقيل وجميل، هيعوز هنحط له تاني. حطيناهم كلهم العسل. وبعد كده دلوقتي كيلو الا ربع حليب لبن، عليه معلقتين نشا ومعلقتين دقيق. هنعمل كده الكريمه الكدابي زي العسل تحفه. هنا الاقتصاد والتوفير. ودياتي كوبايه، دي ربع كوبايه سكر. ما تكتروش السكر عشان ما تبقاش كلها مسكره. انتوا كده حلوين ومسكرين وبالصلاه على النبي كده اهوتي. واحنا ده كل ده على البارد بنحرك اللبن بالمعلقتين الدقيق ومعلقتين النشا علشان نعمل الحاجة كريمة الكدابة التحفة دياتي. هنا الاقتصاد والتوفير، هنا مش في اي حتة تانية. ما بقول لكم هنا الولد يوكل. وهنا عملنا الترند وصل 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 يا جدعان زي العسل كده. ادينا بنعملها، ولازم لما بنحطها على النار نفضل نقلب 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 فيها علشان ما تكلكعش معانا. ونزلنا كده بمعلق السمن بلدي علشان تدي طعم القشطة والنكهة والجمال. ودوات اللبن ده كامل الدسم، جايبينه من اللبان طازة يعني، في قشطته وفي كله. وبردك حطينا له معلقة سمن بلدي علشان تعادل القشطة. وعليها كده هواتي ظرف فانيليا وهو بيتقل. اديكم شايفين الكريمة زي العسل والله تحفة 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 يا جماعة. وريحة السمن البلدي فيها تحفة والله العظيم. تاني ما تخليش الفجر يرعى، لا نعملها ولا كلمة 750 ولا مش 750 بتاعت والله حسبة 60 جنيه واتعملت والحمد لله. عملناها عملناها عملناها. ادينا خلاص كده وقت هنفضل نقلب فيه. انا ما عنديش الصينية اللي فيها الفاصل كده، فحطيت كوباية حلوة كده واتي. والاسترتش بردك ما عنديش، رحت عندي بتاع دواتي اكياس تلاجة وحطيتها فردتها. وبعد كده واتي هنفضل حوالين داير حوالين الكوباية كده واتي. هنحط الحاجة كنافة حوالين داير كده بالصلاة على النبي. تحفة يا جماعة تحفة. ولازم نضغط كويس علشان كلها تتماسك في بعضها وتبقى كتلة واحدة، علشان لما نيجي نقلبها تتقلب حلو.
زي ما انتم شايفين والله العظيم جميلة جميلة يا جدعان، والله تستحق التجربة وتستحق تتعامل، وما تحرموش عيالكم من اي حاجة. وادينا هننزل بالكريمة طبقة طبقة كده وات يا جماعة، هنحط في كل حتة كده الكريمة علشان تبقى هي المكشوفة بعينها وحلاوتها وتكتها وحركاتها. هنا الاقتصاد وعملناها باقتصاد وعملناها بحلاوة، ونزلنا كده واتي على الكريمة كده وات. الطبقة التالتة حطينا ايه؟ الحاجة فراولة، نزلنا بالفراولة او اي عندكم فاكهة نزلوها مش هتقول لا. نزلت كده وقت الطبقة التانية بتاعت الكنافة بالصلاة على النبي كده وقت، واضغط كل ما انزل طبقة اضغط كويس علشان تبقى كتلة واحدة وتبقى متماسكة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لازم كده يا جماعة نعملها ونحطها، ولازم نجربها لعيالنا، ما نحرمش حاجة لحد من العيال. اهم حاجة بالصلاة عليه افضل الصلاة والسلام كده يا جماعة، والله العظيم تاني تحفة. ولازم كل طبقة نضغط كويس كده حوالين الكوباية، والله العظيم ما فيش حاجة وقفتنا ولا قلنا دي ما عندناش مش هنعملها، لا عملناه. بس كده زي ما انتم شايفين، وبحط كل طبقة فيها الكريمة بعد ما اخلص طبقة الكنافة انزل بالكريمة دياتي بالصلاة على النبي. والله العظيم يا جماعة ما خدتش معايا وقت وتحفة وتستاهل التجربة. في كل لازم نضغط، وادينا بص بقى اخليها كلها مليانه كريمه بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنحط كده وقت كده بسيط زي ما انتم شايفين، مش هنكتر فيه الرجل الاخير علشان يدي طعم الكريمه ويدي طعم الحلاوه والحركات هنا مش في اي حته تاني. ادينا والله العظيم في كل مرة لازم نضغط يا جماعة علشان تبقى الدايرة واحدة، علشان ما تحسش اللي هي دايرة متقطعة، لا ان شاء الله نخليها دايرة واحدة، وربنا ان شاء الله ينصرنا. وزي ما انتم شايفين، ودعوة حلوة لاخواتنا كده في فلسطين وانتم بتفطروا المغرب، اللي ربنا ينصرهم في غزة كده ويقومهم يا رب ويهزم اعدائهم. اديكم زي ما انتم شايفين، والله تستاهل التجربة يا جماعة. تحفة تحفة والله تحفة. زي ما انتم شايفين دي كده زادوا شوية، قلت والله لا اعملهم كده في طبق صغير زي ما انتم شايفين، ولا كيس ولا غير كيس. وادينا حوالين داير كده وقت هنعملها، وهنسيب بردك فتحة حوالين داير عشان ننزل فيها اللهم صل على يشفح فيكم الفراولة والكريمة. ادينا نزلنا بالفراولة، وبعد كده هواتي الكريمة عليها، وهنغطيها كده هواتي علشان تبقى بردك زي الطبق الكبير. احنا كده هواتي يا جماعة ما حرمناش حد من حاجة، واقتصاد وتوفير هنا مش في اي حتة تاني. شوف الحلاوة وشوف الجمال، شوف الحلاوة والله تحفة تحفة يا جماعة. لايك واشتراك القناة. اديني بحوش الكوباية والحمد لله ربنا سترها معي، والكوباية اتحشت ووسط بقت عملت ايه تحفة. هننزل كده واتب ايه بالحاجة فراولة تاني، وننزل بطبقة الكريمة تاني عليها. هننزل بطبقة الكريمة ديكم شايفين. هي الكريمة بردك هتنزل في الجعر الطبق الكبير دواتي زي ما انتم شايفين، وهننزل تاني بطبقة فراولة وطبقة كريمة في كل مرة كده هواتي لحد لما نخلص الحفرة اللي احنا عملناها دياتي وتتملي وتبقى تحفة. ولايك واشتراك للقناة. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. ادينا كده خلصناها الحفرة كلها، وهننزل كده هتبقى اخر حاجة بايه بالحاجة فراولة وبردك طبقة كريمة تاني. احنا هنا مش هنرميلكم بالحاجة، لازم نساوي الحتة دي كلها عشان تبقى مساويه بعضيها. زيكم انتم شايفين سوانيها كده بالصلاه على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. ترند وصل يا جدعان. تعالى حركه دجا القلب وربنا يسترها. اللهم صل على النبي. يا رب يا رب استرها معنا. الحمد لله ربنا ان شاء الله ينصرنا. ادينا اتقلبت والحمد لله يا جماعه تحفه تحفة، والحمد لله سطرت معانا ومعاكم. اديكم زي ما انتم شايفين والله العظيم يا جماعة الشكل تحفة والطعم تحفة يعني، وتستحق التجربة. واعملوها وقولوا لي ايه رأيكم، وما نتحرمش منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.